الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلانية. اتقوا الله تعالى في الغيب والشهادة. راقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا فرصة عظيمة وفرصة ثمينة للعبد، فرصة لا تعوض، ليرد المظالم وليتحلل من العباد وليخرج من هذه الدنيا صافيا نقيا، لا يلقى الله تبارك وتعالى محملا بالمظالم والتعديات. عباد الله، إن الحياة فرصة ثمينة للعبد ليتخلص من المظالم قبل أن يلقى الله عز وجل بمظالمه. معاشر المؤمنين، إن الواجب على العبد أن ينتهز فرصة وجوده في هذه الدنيا ليتحلل من المظالم قبل أن تقتص منه يوم القيامة. إن الدنيا فيها فرصة ثمينة للوفاء، والدار الآخرة ليس فيها إلا القصاص. ليس في الآخرة عباد الله، ليس فيها دراهم ولا دنانير ولا شيء من متاع الدنيا، فكل ذلك قل أو كثر يتركه العبد من ورائه في الدنيا ويلقى الله عز وجل بأعماله، حسنات كانت أو سيئات. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف ذلك؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات، أي أن القصاص عباد الله، القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، بحيث يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى منها للمظلوم بقدر المظالم وبقدر التعديات. فإن فنيت حسناته
انتهت حسنات الظالم، أخذ من سيئات المظلوم أو المظلومين فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. وهنا يا عباد الله تتجلى حقيقة ويظهر جليا حقيقة الإفلاس، خلاف ما يفهمه الكثير من الناس، أن المفلس من لا درهم له ولا دينار له، بينما حقيقة الإفلاس عباد الله الإفلاس يوم القيامة من الحسنات، بحيث يأتي العبد بحسنات كثيرة، يأتي بحسنات كثيرة فتتناقص أمام ناظرين، تذهب حسناته إلى هنا وهناك، إلى هذا وذاك، حتى لا يبقى منها شيء، ثم يطرح في نار جهنم والعياذ بالله. أجارنا الله جميعا من نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغ التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرة ربه ورحماه. عباد الله اتقوا الله. عباد الله يوضح حقيقة الإفلاس ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بصلاة وزكاة وصيام، أي مقبولات عند الله، يأتي بصلاة مقبولة، يأتي بصيام مقبول، ويأتي بزكاة مقبولة، مقبولات عند الله، فهي حسنات له يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة. ولكن ما مصيرها وما مآلها؟ أين تذهب تلك الحسنات المقبولات؟ يأتي هذا العبد وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. تأملوا عباد الله، تأملوا هذه الأمور الخمسة التي نص عليها عليه الصلاة والسلام: شتم هذا وقذف هذا، عدوان على الأعراض، أكل مال هذا، عدوان على الأموال، سفك دم هذا وضرب هذا، عدوان على الأنفس والدماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد. عباد الله، إن المفلس في الدنيا
الذي لا درهم عنده ولا دينار له، ينتهي هذا الإفلاس، ينتهي فقره وينتهي إفلاسه بأحد أمرين: إما أن يفارق الدنيا أو يحصل له الغنى. أما المفلس يوم القيامة فنهايته أليمة ومصيبته عظيمة وبلوته كبيرة. فينبغي على العبد العاقل أن يغتنم فرصة وجوده في هذه الحياة، أن يتخلص من مظالم العباد، أن يتخلص من الاعتداءات. وتأمل يا عبد الله، تأمل نصح نبيك عليه الصلاة والسلام، نصحه لك كما في صحيح البخاري: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ألا فلنتق الله عباد الله، ولنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا ربنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم أجرنا من الخزي يوم القيامة، اللهم أجرنا من الخزي يوم القيامة ومن الفضيحة يوم الندامة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل الشفاء وارفع الداء يا ذا المن والعطاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن أحبهم، اللهم عليك باليهود ومن اعترف بهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم عليك بمن يعترف بهذا الكيان الغاصب، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر وارحم لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله واختم له به وأدخله الجنة. من كان ميتا اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم أدخل عليه في قبره الضياء والنور والفرح والسرور. اللهم اقض عن بيتك الدين، اللهم سخر لبيتك من يقضي عنه الدين، اللهم سخر له من يبنيه ويعليه. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.